يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك
صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، علقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وضرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، صلى الله عليه، ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، صلى الله. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب، صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والاه، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال، صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا، صلى الله عليه. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل
وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه من الإيمان قواعد وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد صلى الله أشهد عليه أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والملء عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظم منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه المصلي عليه به فينبس في قلب ورسل تعلقه به وحبه ويكتبها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بالقرب صلى الله عليه يعطي الأشرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر
فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف ليركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن في ب12 أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا فوز من صلى بروضة أحمد فاستبشرا وبكى خشوعا في حمياها يروم المغفرة. يا فوزه يا فوزه إن عاد يحمل بين جبيه الكرام. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. وسبب النجم حين
إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري غوث أهل البدو
خطاك فاز وأفلاح أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري كثر عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاك فاز وأفلاح بالنور يا خير هادي تهدي لله كل العباد جئتا جئت بالنور يا خير هادي تهدي لله كل العباد شوبنا مل يا حبايبنا حب النبي دوأبنا شوفنا من يا حبايبنا حب النبي ذوبنا شوبنا مل يا حبايبنا حب النبي دوأبنا شوفنا من يا حبايبنا حب النبي ذوبنا جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يكتب خطاك فاز وأفلاح أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري كثر عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاك فاز وأفلاح اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فقد آن للقلب أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلب والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسمع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق
قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه وسلم. ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وسلم. تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه وسلم. فاستودت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. أمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقوا صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت شاوها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. حملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلها. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم شهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضات فضله فتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراقها هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. ظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم
يظفر بما قد تمنى في رضا ربي يمشي في صباحه ومن با يحصي المقاصدون وما كان يرجى با يحصي المقاصدون وما كان يرجى خبيري 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 يا نوسي شديد
وعجب كيف يتيم يملأ الدنيا أمانا إفره النور أتانا واتيا عم الزمانا وعجب كيف يتيم يملأ الدنيا أمانا إفره النور أتانا النور أتانا وضياء عم الزمان وعجب كيف يتيم يملأ الدنيا أمانا افرح النور أتانا وضياء عم الزمان وعجب كيف يتيم يملأ الدنيا أمانا افرح النور أتانا هو خير العالمين وغياث الطالبين هو باب السالكين هو للتقوى هدانا هو خير العالمين وغياث الطالبين هو باب السالكين هو للتقوى هدانا إفره النور أتانا النور أتانا وضياء عم الزمان وعجب كيف يتيم يملأ الدنيا أمانا افرح النور أتانا وضياء عم الزمان وعجب كيف يتيم يملأ الدنيا أمانا افرح النور أتانا هو خير العالمين وغياث الطالبين هو باب السالكين هو للتقوى هدانا هو خير العالمين وغياث الطالبين هو باب السالكين هو للتقوى هدانا إفره النور أتانا النور أتانا والضياء عم الزمان وجه كيف يتيم يملأ الدنيا أمانا افرح النور أتانا والضياء عم الزمان وعجب كيف يتيم يملأ الدنيا أمانا افرح النور أتانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونوت هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
والقدرة كشف القناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور صلى الله عليه. فلنحككم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فانفرق أصبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. حضرك رسول الله وكرمك رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد صلى الله عليه. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود مصطفى
المصطفى الهادي محمد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد آمين سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى على محمد تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مكحولا مقطوع السرة. تولى ذلك الإشراف عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فصرف ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه صلى الله عليه. وأن عيني لا يدي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. طهارة القلب وتخلي عن المخالفات. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرح المحدب ينبغي للمتعلم أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. وفي صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقالوا تدييب القلب للعلم كتدييب الأرض للزراعة. Imam Nawawi beliau mengatakan seharusnya orang yang mencari ilmu itu membersihkan hatinya daripada adnas, kotoran-kotorannya hati, supaya ilmu ini bisa menerima, penghafalan dari ilmu itu bisa menerima, dan buahnya ilmu itu juga bisa kita rasakan. Kalau hatinya seorang thalibul ilm tidak bersih, maka jangan mengharap ilmu itu bisa sampai kepada hatinya thalibul ilm, penghafalannya bisa sampai kepada orang yang thalibul ilm, dan buah daripada ilmu tidak akan sampai kepada thalibul ilm. Guru dan murid harus sama-sama mempunyai hati yang bersih. Ya, kalau gurunya bersih, muridnya tidak bersih, percuma. Kalau muridnya bersih, gurunya hati tidak bersih, ya juga
percuma. Kalau sampai dua-dua ini mempunyai hati yang bersih, syekh wal murid andi ates yang bersih, maka ilmu ini akan gampang diterima oleh talib, orang yang mencari ilmu. Ciri-ciri hati yang bersih ini kalau dipandang ingat kepada Allah. Jadi sampai tidak delok ulama, kalau mun lihat Habib ini, saya kalau lihat Habib ini, kiai ini kok seneng hati ya, tenang ya, ini berarti mempunyai hati yang bersih. Gak ulama jeling Habib Umar nggak jerangkong ya, tak berarti bersih berarti. Dulu Syekh Abdul Qadir itu, anaknya Syekh Abdul Qadir ketika pengajian itu menceritakan tentang kematian, menceritakan tentang ya ada yang nangis, ada yang anu. Tidak lama setelah anaknya menceritakan kematian, Syekh Abdul Qadir yang ceramah. Syekh Abdul Qadir cuma cerita begini, saya punya ikan itu saya bersihkan, setelah saya bersihkan saya goreng, setelah saya goreng kemudian mau disantap, ternyata sebelum saya menyantap disantap oleh kucing. Cerita gitu dok, banyak yang pingsan dari hadirin, pingsan. Anaknya bingung, gimana cerita iwak, cukok, bikoceng bisa semua kok pingsan. Semua yang hadirin sudah nangkep. Maksudnya manusia itu bisa-bisa dimulai dengan bagus. Naudzubillah akhirnya su'ul khatimah. Syekh Abdul Qadir cuma cerita begitu dok Pak. Tapi semua kok bisa pingsan. Karena yang mengucapkan adalah orang yang mempunyai hati bersih. Guru dan murid harus mempunyai hati yang bersih. Kau lihat cerita mate sepung sing nangis, gelek kebi tambah. Area ceritanya mate. Kalau lihat santri dulu, insyaallah zaman dulu orang-orang dulu itu masya Allah, sampai ada satu cincinnya kiai jatuh ke tempatnya peceren, tempatnya kotoran, celetong tempatnya kata. Itu sampai berani nyelem santri biyen supaya dapat barokahnya guru. Nah, saya kira ndak salaman didelok. Mangi pun ndak guru lak wangi baru salaman, lak mambu Pak pitik gak salaman. Area santri semangke. Nah, kalau zaman dulu ndak, betul-betul di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidina Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad nafa'allahu bihi, "Lau ji'ta biwi'ain waskhin li rajulin turidu minhu samnan aw asalan aw nahwa dhalik qala la ruh ihsilhu awalan wa hadha fi umuri dunya fa kaifa tudul asrar fil qulubil wasikhah aw kama qala." Abdullah Haddad beliau mengatakan, kalau seandainya ada satu wadah yang kotor yang ingin disiram samin minyak atau madu, maka akan dikatakan bersihkan dulu tempatnya, baru saya nanti akan sirami madu atau samin. Kata Abdullah Haddad, ini urusannya urusan umur dunia, ini urusan dunia. Bagaimana dengan hati? Hati ini tidak akan bisa dimasuki kecuali mempunyai hati yang bersih. Dan guru itu, murabbi itu beda dengan guru. Kalau guru ya kita menyampaikan ini antara guru dan murid. Tapi kalau murabbi itu orang yang bisa menuntun kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan ini susah. Ruwiya annahu lamma qadima Syafi'i ala Malik rahimahullahu wa qara'a alaihi al-Muwatta hifdhan fa'ajabathu qira'atuhu wa lazamahu wa qala lahu Malik ya Muhammad ittaqillah wajtanibil ma'asi fa innahu sayakunu laka sya'nun. Wa fi riwayatin annahu qala innallaha azza wa jalla qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bil ma'asi. Imam Syafi'i ketika datang kepada Imam Malik, sudah belajar beberapa hari, dites sama Imam Malik. Imam Syafi'i menghafalkan kitabnya Imam Malik Muwatta
dengan kecerdasan yang sangat istimewa. Fa'ajabathu, akhirnya Imam Malik takjub dengan kecerdasannya Imam Syafi'i. Cek cerdas ya hari ini. Akhirnya Imam Malik mengatakan, wahai Muhammad, mengatakan kepada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, wahai Muhammad, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibil ma'asi, jauhlah daripada maksiat. Karena sesungguhnya hatimu itu adalah sudah mendapatkan cahaya, jangan kamu padamkan dengan maksiat. Intinya kalau ingin mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersihkan hati kita. Mudah-mudahan hati kita bersih ya. Amin Allahumma amin. Kalau sudah bersih, semua akan gampang. Salat, zikir, tilawah, semua akan dientengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati ini tidak bersih, maka salat kita, wirid kita, zikir semua tidak bisa akan diterima. Tidak akan mudah untuk melakukan salat. Ada satu abdalnya aulia itu diangkat sama Allah bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya zikir, tapi salamatus sudur, mempunyai hati yang bersih. Mudah-mudahan hati kita bersih. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin fitani. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتحشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك أرس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين
وتوجهنا إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.